القصة بتبدأ بطفل ضعيف وكحيان بيروح عالم تاني وبيصحى في مكان غريب وببطء بيفتح عينه وبيشوف ست واقفة قدامه. في الأول بيفتكر إنها مامته، بس بسرعة بيعرف إن ده مش صح لأن مامته أكبر منه بكتير. وبحيرة بيبص على إيده وبيتصدم تماما لما يكتشف إنه بقى طفل صغير، وبيزيد غرابة الوضع لما يبص على حاله وبيلاقي كل صفاته رجعت لمستوى واحد ومفيش حتى اسم ليه. وفجأة بيجي راجل طويل لابس درع للأوضة، والست بتحترمه وبتناديه الملك، وهو بيقرب علشان يبص على الطفل. ولما بيشوفه الولد بيفكر إذا كان ده إمبراطور أو حاكم البلاد دي. وبعد شوية بينقلوا الطفل قدام كاهن علشان يعملوا له مراسم التسمية، وخلال المراسم بيدوه اسم نو وبيعلنوا إنه الأمير الإمبراطور الثالث عشر. ولما بيشيك نو على حاله بسرعة بيشوف إن لقب الأمير الإمبراطوري اتضاف لاسمه، وده بيأكد له إن ابن مباشر لإمبراطور البلد. وبعد انتهاء مراسم التسمية الإمبراطور بيسأل الكاهن عن ميول نو، والكاهن بيرد إن ميوله للمية، وإن الخادم المخصص ليه هي الميريا، أرض فيها ناس كتير من عشيرة المية. ولما بيسمع الإمبراطور ده بيبقى مرتاح شوية، وبعدين بيطلب من الكاهن يكشف كل صفات نو. ولما الكاهن بيعمل كده كل اللي في الأوضة بيبقوا مندهشين، كل صفات نو متقفلة على الحد الأقصى، وميول المية وصلت للمرتبة القصوى رغم إنه لسه اتولد بس كام ساعة. ووجود صفات زي دي معناه إنه صاحي بدري، والصحوة في السن دي حاجة نادرة، وبسبب ده كل الموجودين بيستنتجوا انهم بيشهدوا ولادة موهبة غير عادية. وفي اللحظة دي نو بيكتشف انه خد حياة جديدة واتجسد من جديد كأحد النبلاء. والإمبراطورية اللي عايش فيها دلوقتي اسمها إمبراطورية مير، دولة قوية للمحاربين ومتواضعة وسط جبال وعرة وعاصمتها على سهل مفتوح. والإمبراطورية دلوقتي عايشة في عصر ذهبي، والفلوس بتنتج فلوس أكتر، وده بيخلي الثقافة غنية ومزدهرة. وإمبراطور الأرض ده عنده أكتر من 10 أولاد، وكلهم معروفين بالأمراء والإمبراطوريين، والأمراء محبوبين جدا من الشعب وبيعتبروا من أرفع النبلاء في الإمبراطورية. وبعد 6 سنين من تجسد نو من جديد بيكتشف حاجة مهمة عن قدراته للناس التانية. صفاته بتظهر كأرقام عالية جدا، لكن في الحقيقة الأرقام دي عالية علشان المساعدين بتوعه بيزودوها. مثلا مهارته العليا في المية كلها جاية من الميريا، الخادمة اتخصصت ليه من يوم ميلاده. وكمان كتير من تعزيزات صفاته جاية من الخادمات اللي بيخدموه. بيكبر نو وبتزيد قوته كل ما يكون عنده مساعدين اكتر، وبالاضافه لكده بيبدا يشك ان مستواه مفيش ليه حد اعلى وممكن يفضل يزيد بلا نهايه. وبعد ما تخلص الخادمات من لبسه بيبعتوه على السلم لتحت، وبعد ما بيطلع بيبدا الخادمات يتكلموا مع بعض ويعترفوا قد ايه هو مميز. وبالعاده الاولاد في سنه بيبقوا مليانين شقاوه ودايما عاملين مشاكل، بس نو مختلف، بيكون هادي ومتزن وناضج بطريقه غير عاديه بالنسبه لسنه. وبيجيله ايفلين الخادمه الجميله المتخصصة في الضيافة، وبتقرب منه وهو بيتغدي وبتبلغه ان كل من ولي العهد والامير الرابع جايين يزوروه، وبتضيف انهم قالوا له ان ممكن يخلص اكله براحته قبل ما يروح يقابلهم. وبالرغم من كده نو بيعرف بالظبط مين ولي العهد، وبيعرف انه ما ينفعش يخلي حد بالمستوى ده مستنيه، وبيطلب على طول من الخادمات ياخدوه ليهم. وبيروح نو يرحب باخواته الاكبر البرت ولي العهد وهنري الامير الرابع، وبعد ما يتبادلوا التحية بأدب بيقول البرت لنو انهم جايين فعليا يجيبوا له هديه. وفي اللحظه دي بيدخل خادم خايف الاوضه وهو شايل صندوق سيف، وبيبدا هاله مظلمه مرعبه تتسرب منه شويه شويه وبتملى الجو بالتوتر. وبعد ما بيحط الصندوق بيأمر البرت الخادم يفتح الصندوق، ولما بيفتح بيحس انه فجاه ببروده بتنزل على عموده الفقري، وبيبدا يسمع صرخات الجنود اللي بيستجدوا البرت ينقذ حياتهم، والاصوات بتكون يائسه ومليانه خوف. وبيقدر نو على طول يعرف ان اللي سمعه مش هلوسه. وبعدها بيقول البرت انه ياخد السيف رغم ان نو مش عاوز، لكنه بيعرف ان ده هديه من ولي العهد فرفضها مش خيار. وبحذر بيشيل السيف، وبالرغم من انه بيحس انه تقيل شويه في البدايه بيقدر بعد شويه يثبت نفسه ويلقى توازنه. وبعد ما بيخلص بيشرح له البرت ان السيف اسمه ليفيسان، سيف عنصر الميه اللي يعتبر اقوى سيف في كل الامبراطوريه، وحوالي 120 شخص ماتوا وهم بيحاولوا يتقنوه. وبيلاحظ هنري نو وهو شايل شويه توتر بعد ما سمع الكلام ده، فبيقول له ما يقلقش، وبيشرح له انه اي حد ما قدرش يمسك السيف بيموت بسبب لعنه السيف اول ما بيحاول يرفعه.
يرفعه، وحقيقة ان نو قدر يشيله من غير اي حاجة تثبت انه على الاقل يستاهل يمسكه. وبعدها بيسكت البرت على ظهر نو وبيخرج من الاوضة وبيقول ان ده كان درس مهم. ولما بيخرج البرت نو مش مصدق ان الوغد ده كان بيختبره طول الوقت باستخدام حاجة كان ممكن تموت لو اتعرض لها، لكنه بيقرر يحتفظ بالافكار دي لنفسه لانه عارف ان لو اتقبض عليه وهو بيقول حاجة زي كده بصوت عالي كان هيموت على طول. وبعد ما بيروحوا الامراء بيسأل هنري البرت اذا كان فعلا سليم يسيب السيف مع نو، خصوصا ان السيف غالي جدا، وبيرد البرت ان السيف افضل بكتير في ايد اي حد نابغ زي نو. وبالاضافة لكده بيضيف ان ده بالظبط علشان نو نابغ محتاج يحس ايه يعني يتأذي من اللي عنده حتى لو كان هو نفسه. وفي الليل لاحقا بيلاحظ ان زو زميلته باين عليها توتر مش طبيعي، فبيسألها ايه اللي مضايقها، لكنها مش عاوزة تتقل عليه بمشاكلها الشخصية وبتقول له ما يقلقش، لكنه بيصر. وبعد شوية تردد بتفتح له قلبها وبتقول له انها عايزة تاخد وقت راحة لان بلدتها غرقت قريبا والمزرعة اللي اتربت فيها اتحولت مية وكل حاجة ضاعت، والمزرعة دي كانت مصدر دخل والدتها الوحيد. وزوي كانت بتفكر تشتغل في المنطقة الحمراء لان الناس قالوا لها انها ممكن تبيع نفسها بتمن عالي لانها خدامة امير امبراطور قبل كده. فبيقاطعها نوع على طول وبيقول لها ما ينفعش يحصل كده، وبدل كده بيعرض يوظف والدتها في القصر كمسؤولة عن فتح البوابات وبيوعد يدفع لها مرتب محترم. وزوي بتحاول تقول له ان المرتب اللي بيقدمه اعلى بكتير من المعتاد، ونو بعد كده بيضيف ان في كمان بيت فاضي على جنب القصر فيقدروا تعيش هي ووالدتها فيه مع بعض. بتنفجر زوي في البكاء وبتفضل تشكر نو على طيبته وسخائه مرارا وتكرارا، وبالرغم من كده نو عارف جوه قلبه انه مش بيعمل ده بس من باب الخير، وبسبب ان خادمة سابقة بتشتغل في المنطقة الحمراء كانت هتلطخ سمعة الامير الامبراطور الثالث عشر، وزوي هي خدامته، وبما انها كده فهي هتخدمه طول عمرها. وبعد الفعل الغير متوقع ده من الطيبة بيبقى نو متأكد تقريبا انها عمرها ما هتخون الولاء ده. وبعد كده بيجيب الخادم الاكبر ديلان وبيقول له عن ان بلد زوي كمان اتغرقت بسبب كارثة، وبسبب الحالة دي بيأمره يروح هناك ويشتري اكبر قدر ممكن من الاراضي في دوسه لانه عارف ان اللصوص في يوم من الايام هيجي يستغلوا المدينة في وقت ضعفها، وبيحب يأمن ويشتري الارض قبل ما ده يحصل. وقبل ما الامور تتدهور بيتفاجئ ديلان من الامر ده لان بالرغم من ان نو لسه صغير جدا الا انه بيقدر يتعامل مع موقف عمر ما شافه قبل كده ببصيرة حادة وتفكير دقيق. وفي الحقيقة النوع ده من المواقف حصل لنو بالظبط في حياته السابقة، لكن طبعا مش بيقدر يقول لحد عن ده فبيقرر يفضل ساكت وما يقولش حاجة. وديلان بيعترف ان الفكرة ممتازة، لكن المشكلة الحقيقية هي ازاي يجيبوا الفلوس المطلوبة لشراء الارض، لان شراء كل الاراضي دي هيكلف اكتر من مئات الالاف من العملة اللي بيستخدموها في الامبراطورية. وبيلاحظ انه ما فكرش في الجزء ده كويس، وبعد ما يفكر شوية بيستنتج اخيرا انهم لازم يبيعوا الارض اللي عندهم جنوب العاصمة. وديلان بيسأل إذا ده فعلا فكرة كويسة لأن الأرض دي كانت هدية من الملك لنو شخصيا، وبيعرف إن بيعها من غير إذن ممكن يعتبر جريمة كبيرة، لكنه بيقول له ما يقلقش من تأنيب الملك لأن هو نفسه هيتحمل كل عواقب القرار ده. ونو بيقول ده معنى النوبل التضحية علشان حياة الناس التانية تبقى أسهل وأمن. وديلان بيفهم المقصود من الكلام ده وبيشكر نو على القرار، خصوصا لأنه من نفس بلد زوي فبيحس بالامتنان من قلبه. وباليوم اللي بعده نو بيكون جمع الفلوس كلها ومستعد يشتري اكبر قدر ممكن من الاراضي، وبيكون دلوقتي مستعد يروح يتفقدها بنفسه. لكن فجأة بيجي زيارة غير متوقعة من اخوه هنري، وهنري بيلاحظ ان نو شايل سيف معاه وبيسأله على طول ده ليه، ونو بيشرح له انه حس بقوة جاية منه من فترة لكن من وقتها ما حسش بحاجة، فبيخطط يجربوا هم في دوسه. وبجانب ده هنري بيقول لنو ان السيف ليه إرادة خاصة بيه وبيطيع بس الشخص اللي بيعترف بيه كمالك حقيقي. ومع المعلومة دي نو على طول بيفهم انه محتاج يكسب اعترافه بطريقة ما، والسيف دلوقتي شبه كلب مجنون ومحتاج حد قوي كفاية يروضه. وهنري بيقول له ان ممكن ياخد السيف معاه لو لازم، بس ما يستخدموش الا في الوقت المناسب والا ممكن يقتله. وبعد ما بيقول التحذير ده بينعطف ويخرج، وبعد شوية بيوصلوا لدوسه وبيشوفوا ان الفيضان حول المنطقة كلها لصحراء مقرفة، ومن شكل الدمار بيستنتجوا ان معظم البيوت المتدمرة فقدت سندات ارضها في الفيضان، وده يعني انهم هيضطروا يشتروا الارض بناء على سجلات الحكومة الرسمية. وديلان وزوي بيتفاجئوا ان طفل اصغر منهم بعشرات السنين قدر يستنتج كل ده بمجرد نظره للوضع، ونو بيقول له بهدوء ان ده مجرد منطق بسيط. وبعد كده بيبدأ نو وزوي في مسح الارض مع بعض لحد ما يلاحظوا توزيع الطعام على مجموعة من الكرويين
الكرويين بواسطة العاملين في الامبراطورية، وبياخد نو طبق من الاكل، وبيكتشف بسرعة انه سيء جدا وطعمه حتى شوية فاسد. وواحد من الكرويين بيسمع تعليق نو وبيقول انهم مش هيقدروا يشتكوا لانهم محظوظين اصلا انهم واخدين الاكل ده، وانه مش مصدق ان الامبراطورية بتقدم اكل ضعيف كده لشعبها اثناء كارثة. وفجأة بيجي المسؤول المحلي اللورد غرل علشان يعمل تفتيش رسمي للمنطقة، وغرل عارف كويس ان الاكل اللي متقدم للكرويين وحش، لكنه مش فارق معاه لان مش هو اللي بياكله، ما بيقدرش انه يتحمل الموقف اكتر من كده. فبيواجه غرل على طول وبيتهمه بسرقة الفلوس المخصصة للاكل، وبيقول له بدل ما يوفر وجبات صحية غرل كان بيخطف الفلوس ويقدم للكرويين اكل سيء. وغرل مش بينكر حاجة خالص، وبيعترف بصراحة ان اللي في القمة يستحقوا ياكلوا الاول، وهو والرجاله بيضحكوا على كده. ولما انه بيشوفهم بالطريقة دي بيغضب جدا وبيحذر غرل عن عواقب جرائمه، لكن غرل ما بيقدرش يرد على طفل وبيسحب سيفه ويستعد يهاجم نو. وفي اللحظة دي السيف بيطير من الصندوق لوحده وبيقف جنب نو، وبيبدأ السيف يختبره وبيضخ قوته في جسمه علشان يعرف اذا كان يستحقه، وبتبدأ اجزاء من جسد نو تتظلم كأنه هيتاكل بلعنة السيف. ولما يبدو انه هيفشل بيحس انه بدقة ادرينالين وإرادة قوية، وبيثبت السيف انه يقدر يتحمل قوته. وبعد صراع قصير السيف بيخضع له بالكامل، وبغضب بيتحرك غرل علشان يقتل نو، لكن نو بيهاجم الاول وبيستعمل السيف ويقطع راس غرل بوضوح. واتباعه الغاضبين من موت قائدهم بيستعدوا يهاجموه كمان، وبيوبخهم وبيضرب نو الارض بالسيف، والهجمه بتسيب حفره ضخمه عميقه جدا لدرجه ان القاع مش باين، ونو نفسه بيتفاجأ من قوه السيف الكبيره. وبعد شويه بيجي روان قائد الليل المكلف بدوسه وبيتصدم من المشهد، ولما بيعرف انه الامير الامبراطور الثالث عشر بيحترم نفسه، والباقيين بيبقوا مش فاهمين لحد ما روان بيعلن عن هوية نو، وده بيخلي كل الموجودين ينحنوا احتراما وخوفا. وبيشرح نو ازاي غرل ورجاله كانوا بيخطفوا من الكرويين، وعشان كده غرل اتعدم، وبيؤمر روان يتاكد ان باقي المسؤولين الفاسدين ياخدوا العقاب المناسب، وبيطلب كمان ان توزيع الاكل يرجع يتعمل صح علشان الكرويين ياكلوا كويس. وبفرحه كبيره الكرويين بيمدحوا نو لانه انقذهم. وفي الوقت نفسه البرت بيستلم تقرير ان نو نجح في ترويض السيف، وبيبتسم وبيعرف ان نو ممكن يكون اكثر فائده مما توقع. وبعد كده بيقابل نو والده ومش متوقع عقاب على بيع الارض المهداه، وبدل كده الامبراطور بيشكره وبيشرح له ان تصرفات نو منعت اللصوص من استغلال الفيضان. وكمان الامبراطور مبسوط لان نو اتقن السيف، ولما بيشيكوا صفاته تاني مهارته في المية بتوصل 3 مرات بسبب عدد المساعدين اللي كسبهم، وهو بيساعد في دوسه. وبانبهار شديد الامبراطور بيطلب من نو يفضل يستخدم مواهبه للامبراطوريه، وبيوافق نو. وفي اليوم اللي بعده بيطلع نو على مطعم صغير محل في شارع رايد علشان يدور على مغنية شارع مشهورة بتغني هناك، وبيدخل المطعم وبيلاقي مكان فاضي وبيقعد، وبيبدأ يلاحظ المكان بهدوء. وبعد شوية بتطلع بنت شعرها وردي وبتبدأ تغني قدام الزباين، وبيستمر انه يسمعها وبيفتكر انه سمع شائعات عنها قبل كده، وبيفتكر ان اسمها أليتش. ولما بيستمع كويس بيشوف ان صوتها مش وحش خالص، لكن واضح له ان طريقة غناها لسه محتاجة تحسين كتير. ومع كده باين عليها انها بتاخد غناها بجدية وبتحط جهد حقيقي في كل نغمة، ومش بس بتغني للمتعة، هي بتحاول بكل جهدها تتحسن وتعيش من موهبتها. وفجأة الجو في المطعم بيتغير تماما لما 3 رجالة خشنين بيقتحموا الأوضة وبيبدأوا يزعقوا بصوت عالي ويشدوا انتباه الكل، وبيصرخوا على إليتش وبيسألوها ليه بتضيع وقتها في الغناء بدل ما تلاقي طريقة تسدد بيها الدين اللي على أهلها. وبسماع ده إليتش بتتراجع خوفا والرجالة حوالينها، وبصوت مرتعش بتقول لهم إنها ما عندهاش فلوس كفاية لدفع الدين دلوقتي، لكنها بتصر إنها بتحاول بكل جهدها لأنها ما عندهاش فلوس تقدمها. والرجالة بيبدأوا يناقشوا تاني أفضل طريقة للست علشان تسدد الدين. ما بيقدرش إنه يتحمل الموقف أكتر من كده، فبيقف على كرسي ويتمشى بهدوء تجاه الرجالة، وبيفكرهم إن القانون الإمبراطوري بيمنع تماما إجبار طفل يتحمل ديون أهله. والرجالة بيستغربوا منه وبيفتكروا إنه ولد مدلل وغبي، وواحد منهم بيشد نو من قميصه وبيستعد يهاجمه، وبالمقابل بيستخدم نو على طول قوة السيف بتاعه، والقوة العظيمة بتصدم كل الموجودين في الأوضة. وبعد ما يشوف القوة المخفية اللي عند نو ال3 رجال بيخافوا ويهربوا على طول قبل ما الأمور تتدهور أكتر. وبعد ما الخطر يزول بيستدير نو لأليتش ويتكلم معاها برقة، وبيسألها هي محتاجة قد إيه علشان تعيش كل شهر، وبتشرح له إن
جزء كبير من مصاريفها بيروح لعلاج امها. وبعد ما بيسمع ده بيقول لها انه من دلوقتي هو هيصرف لها 25 ين كل شهر علشان تقدر تركز على الغناء بتاعها بالكامل، وكمان بيوعدها هيزود المرتب لما مهاراتها تتحسن، ويشجعها تكمل شغفها من غير خوف. وقالتش بتشكر نو من قلبها وبتقول له انها مقدره جدا اللي عمله ليها، وبتوعده انها عمرها ما تخونه وهتشتغل بجد علشان تحسن غناها. وفي نفس المساء بيرجع نو البيت وبيشوف نفس الثلاث رجاله اللي واجههم في المطعم قاعدين قدام بوابه القصر ورؤوسهم منخفضه وبيستجدوا يعتذروا عن تصرفاتهم قبل كده. وبيبص لهم نو شويه وبيفهم انهم اكيد اكتشفوا هو مين بجد، وبدل ما يقابلهم بيطلب من الخادمات يبعدوهم، وبيشرح لهم ان الامير مش حد ممكن يقابلوه وقت ما يحبه. وبعد شويه بيجي اخوه الكبير هنري وبيوافق على قرار نو، وبيعترف ان رفض مقابلتهم كان الاختيار الصح، لان السماح لناس زيهم يقابلوا النبلاء بسهوله بيقلل من قيمه وسلطه العيله المالكه ومكانه الامير. وبعدين بيودي هنري جوه ويشرح له ان القرار ما كانش بس لحمايه كرامه النبلاء، وبيحكي له ايه اللي حصل في المطعم، وبيقول انه لو اتكلم شخصيا مع الرجاله كانوا هيستمروا يفتكروا انه غضبان عليهم، والخوف ده كان هيخليهم يبعدوا عن أليتش، وده بالظبط اللي نو عايزه. وهنري بيتأثر جدا بطريقة تفكير نو، ومع ان سنه صغير قدر يفكر كذا خطوة لقدام. وهنري بيعترف ان حتى اخواته اللي في سن نو مش كانوا هيفكروا بالبعد ده، وده بيخليه معجب اكتر. وبعدين بيغير الموضوع وبيسأل نو على السيف بتاعه وهل الشائعات عن اتقانه صحيحة، وبيأكد نو ان ده صحيح، وبيقول له انه قدر يعمل ده بفضل النصيحة اللي هنري اعطاها له قبل كده. ولبراءة ده بيوري نو السيف قدامه كأنه ظهر من العدم، وهنري بيتصرف تماما من اللي شافه لان عمره ما كان يعرف ان السيف قادر يعمل حاجة زي كده. وبيشرح له ان السيف ما ظهرش من العدم لكنه كان مخفي تحت كمه واتسع في الحجم بأمره، لان السيف له إرادة خاصة بيه وكان هو اللي علمه ازاي يعمل التقنية دي. وهنري بيعترف ان عمره ما عرف ان ده ممكن، وبيشكر نو لاكتشافه. وفي الخارج نفس الثلاث رجالة مستنيين انه يطلع بره، ولما واحد منهم بيشوفه بيحاول يهاجمه لكنه بسرعة بيطلع جزء صغير من قوته، وده بيخلي الراجل يرجع للخلف خايف وبيعتذر ومتحير. وهنري بيسأل نو عمل ايه، وبيشرح له انه بس اخافهم باستخدام قوة السيف. وفي نفس المساء بيتم دعوة نو لحضور حفلة ملكية، ولما بيوصل ويدخل القاعة كل الموجودين بيبدأوا يسقفوا له. وواحد من اللوردات جنبه اسمه رايدوك بيلاحظ ان نو شايل حاجة عنده خسره، وبيأكد نو ده، وبيشرح له ان السيف اللي اهداه له ولي العهد شخصيا. ولما الكل بيسمع ده كل الأوضة بتتصدم، وبيعرفوا ان السيف ده كنز وطني ومشهور ان صعب جدا يتحكم فيه. وواحد من الضيوف بيفترض ان السيف ممكن يكون مزيف او نسخة مقلدة، ولإثبات العكس بيطلع نو جزء صغير من قوة السيف، والضيوف على طول بينكمشوا خوفا من القوة العظيمة اللي جاية منه. وبعد ما بيوقف نو السيف عن اطلاق قوته ما بيقدرش الضيوف غير انهم يقبلوا الحقيقه، وبيبقوا مصدومين ومتاثرين جدا ان حد صغير زي نو يقدر يتحكم في السيف الحقيقي. وباقي الحدث بيبدا كتير من النبلاء يقفوا واحد ورا التاني علشان يقدموا نفسهم لنو، وكل واحد منهم بيحييه بادب وبيقول له قد ايه هو متشرف انهم واقفين قدامه، وبيستمع نو بهدوء لكل تقديم وبيرد عليهم بطريقه مهذبه ومحترمه. وبعد شويه بيجي الناس اللي بعدهم في الصف وبيكونوا بريان ألين رئيس شركة بريان مع بنته سيندي. ونو بيبص لهم كويس، وبعد ما يلاحظهم شوية بيقدر يستنتج حاجة مفاجئة، وبيلاحظ ان سيندي مش بنت بريان البيولوجية لكنها متبناه. ومش بس كده، نو كمان بيقدر يعرف ان سيندي كانت خادمة في الماضي، وبيوصل لاستنتاج ده بسبب النظرة الحذرة والمراقبة في عينيها. نظره بيعرف انها خاصة بالناس اللي عاشت خادمة قبل كده ودايما كانت بتراقب اللي حواليها. وبريان بيتصدم ان نو قدر يعرف كل ده بمجرد نظر ليها، وبيعترف بالحقيقة وبيشرح انه في البداية اشترى سيندي كخادمها، لكن بعد ما لاحظ قد ايه اتعلمت بسرعة وقد ايه ذكية قرر يتبناها كبنته بدل كده. وده بيخلي نو سعيد جدا لانه فعلا بيحب يسمع قصص زي دي عن حياة اتغيرت للافضل. وبيبتسم نو وبيعزم بريان وسيندي يزوروا القصر في المستقبل، وبيقول انه حابب يسمع اكتر عن قصة سيندي. وبريان باستئذانه وبيوافق وبيقول انه هيكون شرف ليه يزورهم. وبعد كده بريان وسيندي بيودعوا الحدث بأدب. وفي اليوم اللي بعده نو بيبقى ماشي في المدينة ببطء، ولحسن الحظ بيصادف اخوه اوسكار الامير الثامن في المملكة. وبعد ما يتكلموا شوية نو بيعزم اوسكار يروحوا يصطادوا كنوز سوا، وبيقول له انه مفيش عنده حاجة افضل يعملها النهاردة. ونو بيوافق وبيتحركوا على طول ناحية شارع كوبا. وبيكون نو عمره ما راح شارع كوبا قبل كده لكن سمع عنه شائعات كتير، وبيقول انه ممكن تلاقي تحف من كل انحاء الامبراطورية هناك. لكن اوسكار بيشرح ان المنطقة مشهورة كمان بالمزيفات، وبسبب كده القدرة على اكتشاف الكنوز الحقيقية وسط المزيف
وتعتبر مهارة أساسية، وبيقضوا معظم اليوم في البحث بين المحلات والباعة لكن ما بيلاقوش حاجة مميزة. وفي الآخر بيقترح أوسكار إنهم يخلصوا ويرجعوا، وقبل ما يمشوا بيلاحظ إنه كتاب لفت انتباهه وبيقرر يشتريه. وأوسكار بيبص للكتاب اللي اشتراه وبيقف متجمد من الصدمة، وبيكتشف إن الكتاب في الحقيقة هو غريمور أندريا الساحر الأسطوري. وأوسكار متأكد إن الكتاب حقيقي مش مزيف، وده لو صحيح فاعتمادا على اللي مكتوب فيه الكتاب ممكن يساوي 1000 ريال. وأوسكار بيسأل نو إزاي عرف إن الكتاب حقيقي، لكن الحقيقة إن نو ما كانش عنده أي فكرة، والسبب الوحيد اللي خلاه يشتريه هو إنه لمس الكتاب، ولحظة لمس الكتاب اتحسبت له إضافة في إحصائياته، والتفاعل الغريب ده خلاه يفتكر إن الكتاب ممكن يكون مميز. وفجأة بيجيله فكرة وبيطلع نو السيف وبيبدأ ببطء يصب شوية من طاقته في الغريمور، وبعد شوية بيخسر نص سيطرة على الكتاب وبيقع من إيده على الأرض، وبيفتح لوحده على صفحة تعويذة، وده بيشغل حاجة غير متوقعة وبيتجسد الكتاب الممنوع وروح الساحر اللي كانت محبوسة جواه قدامهم مباشرة. بيلاحظ أوسكار على طول قد إيه الموقف خطير وبيصرخ لنو يهرب بسرعة، لكنه بدل ما يهرب بيرفع السيف بهدوء وبيضرب ضربة واحدة قوية وبيضرب روح الساحر ويمحيها تماما لوحده. وبعد ما العدو يتغلب عليه أخيرا بيبص نو على شاشة الصفات بتاعته وبيلاحظ إن مهارة الرياح عنده وصلت للمرتبة القصوى، وده بيخليه متفاجئ شوية لكنه ما بيقعدش يفكر فيها كتير، وبيلف بسرعة ويروح يتأكد من أوسكار. وأوسكار مصدوم تماما ومش مصدق اللي شافه، وبيستغرب ازاي انه قدر ياخد قرار حاسم بالسرعة دي، وكمان ازاي قدر يقوى بالشكل ده في وقت قصير جدا. قبل ما أوسكار يخلص استيعاب اللي حصل بيظهر تاجر وبيقف قدامهم وبيتهز وبيعرف نفسه باسم ألان صاحب محل التحف القريب، وبيشرح انه بعد ما شاف انجاز نو المذهل حسوا انه لازم يوريهم قطعة اثرية بيعتقد انها كنز حقيقي، وبيطلب منهم بأدب يتبعوه للمحل بتاعه. وبعد ما يدخلوا بيعرض ألان خاتم غريب ونادر، وبيشرح ان الخاتم مشهور لانه بيكشف عن شكله الحقيقي بس لما صاحبه الحقيقي يظهر، وبيقول ان ناس كتير حاولوا يلبسوه قبل كده لكنه ما تفاعلش مع اي حد منهم، وده بيخلي انه يفتكر ان الخاتم ممكن يكون قطعة عديمة الفائدة. لكن ألان بسرعة بيختلف وبيقول انه مش فاكر انه مزيف، وبيشرح انه حاول يبيع الخاتم ويبعده كذا مرة لكنه دايما بيرجع لمتجره. بيظهر تاني بين اغراضه من غير تفسير، وبدافع الفضول بيقرر انه يجرب الخاتم، ولما يحطه على صباعه بيسمع صوت غريب بيتكلم معاه مباشر وبيقول انه من نوعية ثلاثية النادرة، وبيعترف بيه كصاحبه الجديد. وبعد كده الخاتم بيبدأ يتفاعل وبيطلع ضوء غريب جدا وبيبدأ يتحول وبيلف حوالين جسم نو وبيكون درع من اعلى مستوى حواليه. وبعرض ده أوسكار وألان بيفهموا على طول ان نو هو صاحب الخاتم الحقيقي، ونو بيقول لا لان هياخد الخاتم ويبعت له ثمنه بعدين. وبعد ما يرد ألان بيدخل أوسكار وبيقول لنو ما يقلقش من دفع الفلوس، وبيقول له انه هيتصرف هو في الدفع ويخلي نو يعتبر الخاتم هدية. وبعد ما الامور بتتظبط بيقبل نو الخاتم، وبعد شوية بيوصل أوسكار نو بيودعه، ولما نو بيكون على وشك يدخل بيجري الراجل الخشن من المطعم فجأة وبيحاول يضربه بالسيف. قبل ما الضربة توصل الخاتم بيحس بنوايا العدوانية وبيكون على طول درع حماية وبيمنع الضربة تماما. وسواق العربية بيتصرف بسرعة وبيشد المهاجم على الأرض وبيقيده، وأوسكار بيشوف المشهد كله وبيتأثر جدا بقدرة نو على استخدام حماية الخاتم بشكل طبيعي، وبيشوف قد ايه اتفعل بسلاسة، وبيفهم ان نو بدأ يتقن قوته بالفعل. وفي نفس الليل بيرجع نو على المطعم علشان يشوف أليتش وهي بتغني، وأثناء أدائها بيقفز راجلين سكرانين على المسرح وفجأة وبيبدأوا يتخانقوا عليها، وبيظهر نو قدامهم في اللحظة تقريبا وبيدخل على طول وبيستخدم السيف وبيضربهم، وبيضرب الراجلين دول لبعيد من المطعم وبيهربوا وهم لابسين بس ملابسهم الداخلية. وبعد ما الأمور بتهدى بيتكلم نو مع صاحب المطعم وبيقول له ما يخليش ناس زيهم يدخلوا المحل تاني، فبياخد قرار على طول وبيعرض يشتري المحل كله ب1000 ريال. وصاحب المحل بيتصدم لكنه ممتن جدا وبيوافق على العرض. وبعد كده بتقرب أليتش من نو وبتقول له انها مش عارفه هي ترجع له ازاي على كل اللي عمله لها، وبيجاوبها برقه وبيقول لها انها مش محتاجه ترجع له حاجه خالص. وبعدها بيرجع نو لمكانه وبيقضي بقيه الليل وهو بيستمتع بهدوء لصوت أليتش الجميل وهو مال المطعم. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت. اشوف وشكم على خير.